السلام عليكم أخواتي الغاليات متربصاتنا العزيزات. اليوم أخواتي سوف نفصل حجاب جديد اللي رأيتموه في أول الفيديو. الآن كما ترون هذا الباترون الأساسي للجزء العلوي من الخصر، هذا هو الخصر تاعنا، الكم يعني والجزء العلوي تاع الصدر. انا هنا يعني ضميت الجزء العلوي الخاص بالظهر، ها هي الرقبه تاعو، لانه في الحجاب يعني نقدروا نفصلوهم. القماش يكون مطبق على 4، مثني على 4، نقدروا نطبقوه، فقط الاختلاف يكون في الرقبه. واضح اخواتي؟ والطول تاع الحجاب كما رأيناه ما يوصلش، يعني هذه القطعة ما توصلش يعني للخصر كما راكم تشوفوا. انا الان يعني هنا تكون يعني هنا حلمة الصدر، هنا هبطنا عليها لانه كانت عنا، هبطنا عليها ب2 سنتيم او 3 سنتيم حسب الرغبة تاعكم، لانه هذه الزبونة يعني هي نحيفة شوية، على هذيك هبط فقط ب2 سنتيم. يعني هذا حسب الرغبة يعني تاع الزبونة. انا هنا راح نحط يعني راني طاوية من هذه الجهة كما ترون، راني طاويته على 4. نروح نقصه اولا، نقص الباترون تاعنا. كما ترون اخواتي الغاليات، هذا الشريط اللي راهو يبان لكم، يعني هو اللي راح يكون يعني الجزء السفلي، يعني هذاك يعني وين الكشكشة. مش الشرط يكون يعني الباترون كبير، فقط هكذا تكفينا. راح نقصوها، نشرحوها هكذا. يعني انا ماذا بيا في هذا الموديل التشريحات هذو باش تكون الكشكشة جميلة جدا، راح نوزعها على كامل عرض القماش، لأنه الزبونة هكذا حبته. راح نمدد هذه هكذا، نمددها وسأقوم بقصها، يعني لا ما يفرقش، لا نديرو عفوا هو هكذا يعني كيما راهو، بصح ولكن هو راهو شريط عادي نديرو للفوق والاسفل، هو شريط. راح نروحو نقصو يعني الجزء الفوقاني. انتبهوا جيدا، لانه الجزء الفوقاني كما طلبت منا الزبونة، يعني الحجاب من الاسفل تكون فيه كشكاشة، هبوط على يعني دائرة الصدر نهبط عليها ب2 سنتيم، ومن الفوق كما راني رسمة هكذا عندها تشريحات كما رأيتم تماما في الموديل. يعني هي حبتها هنا رقبة، يعني راح نرسمها لكم هكذا هي حبتها، يعني هذه دوك نفصلوها وحدها، وهكذا تكميشات خفيفة. انا هكذا راح نديرها هكذا، وهنا ايضا تكميشات اخرى، هذه هي اللي راح نمدوها هكذا، يعني هذه التكميشات هكذا. اظن راهو واضح الرسم. يعني هذه القطعة دوك نفصلها امامكم في الاخير. انا الان راح نفصل هذه بالتشريحات، دوك نفتحهم شوية. في الفصالة تاعنا باش ما نغلطوش اخواتي الغاليات، انتبهوا في الفصالة تاعنا باش ما نغلطوش، يعني راح نديرو هذو
راح نفصلو على رقبة الخلف كما ترون، ما نغلطوش. من بعد كي نفصلو جهة الأمام عن الخلف نروحو يعني يعني نفصلو رقبة الأمام. أنا أحضر الدبابيس، نقربوها أكثر باش تبان لنا أحسن. أخواتي الغاليات، تحبوا هذو التكميشات ديروهم فقط من الأمام، تحبوا يعني من الأمام والخلف. القماش راهو مطوي على 4 من هذه الجهة كما هو واضح. أنا هنا راح نقلب، راح نشرح أولا، نديرو التشريحة تاعنا من الفوق للأسفل، لأنه في الموديل تاعنا راح نرقمها. عفوا أخواتي، راح نرقبها 1 2 3 4 5. أنا هنا راح يعني منفتحهاش كامل هكذا، فقط باش نزيدو في العرض يعني تاع هذه القطعة. أنا هنا راح ندير تكميشات للخلف وللأمام. نحكمها بالدبابيس، زيد نقرب لكم الكاميرا. راح نقيس اولا الطول تاعنا شحال يبقى في القماش هكذا. انتبهوا يا اخوات، يعني هذه الجهة اللي هو راهم 2 من هذه الجهة اللي راهم 2 منها القماش، شوفوا اخواتي باش تجينا يعني الرقبة مكمشة شوية. تميلوا شوية من طرف تاع القطعة، هكذا راح تجينا الفتحات.
هكذا. نجيب الطبشور باش نرسمو الباترون تاعنا. باش ما نقصوش قباله، هو يبان لكم كيفاش راح نقصص هكا. يعني هذه راح تكون كامل توسيعات. وهنا من تحت شوفوا ها، يعني نديرو حوالي 1.5 ونرسمو الكم تاعو. ممكن راكم انتبهتوا لهذه الطريقة، يعني كاينه واحد الفصاله هنايا راح يعني هذه رانا رسمناها. الان راح نرسمو يعني الجزء السفلي اللي كما قلت لكم هو شرائط. هاهي باش تكون واضحه العمليه راح نقصوها هكذا شرائط. الطول تاع هذه القطعة السفلى يعني هو طول التنورة، ونزيدوا لها هذيك يعني شفتوني كما قصصت من الجزء العلوي شحال قصصت، يعني كانت حوالي 8 سنتيم والطول كان 102. هكذا راح يكون التوزيع تاع القطع تاعنا. انا نقدر نفصلها لانه القطعه مستقيمه، يعني نقدر نفصلها دون ان اضع هذه القطعه الصغيره، خصوصا يعني اللي موالفين يفصلوا راح تجيهم يعني سهله، لانه راح نقصوها يعني مستطيله. فقط اخواتي الغاليات لانه الحجاب تاعنا عريض يعني فيه كشكشه راح يروح لنا للعرض، اكيد راح يكون دائري من الاسفل. فهمتوني؟ شوفوا من الاحسن يا اخوات، من الاحسن يا اخواتي انه تكون يعني الكشكشه يعني ضعف دائرة، لانه هنا راح نديروا الكشكشه تقريبا تحت الصدر مباشره، يعني هذيك المنطقه راح تكون الضعف تاعها 3 مرات. اظنها راهي واضحه، انا قربت لكم الكاميرا باش تكون واضحه. شوفوا اخواتي الغاليات، كما قلت لكم انه عندنا الطول 110، راح نزيد نحكمها بالتدابيس. انتبهوا اخواتي عند شرائكم اقتنائكم
القماش انه يكون مشطر. انا دائما يعني اشتري القماش بزيادة باش يعني ما يكونش عندي هذا المشكل. وكأنه رانا مكمشين القماش، فهمتوني؟ هذوك هذه يعني كي تلصق هكذا يعني وكأنه راهي تخيلوها مكمشة. هذه القطعة راهي مو كشكشة، راهي واصلة لهنا، يعني اللي راح نلصقوها في الجزء العلوي. على هذيك انا درت هذه العلامة ودرت حتى تطبقوها باش يعني تفهموها جيدا. شوفوا انا هنا في النهاية تاع الكشكشة تاعنا انا ما راحش نوصلها للطرف، حبيت نخرجها شوية ايفازي هكذا. هذا مكان تبعدوا عن الحاشية، تبعدوا على لي زير تاع القماش باش ما تخرجناش تكميشات يعني وتخرجنا ديفو هكذا. خلاص الحجاب تاعنا راهو جاهز الان، فقط يبقاونا الاكمام دوك نفصلوهم. راح نزيد نقربكم باش تشوفوني كيفاش يعني نفصل هذه القطعة تاع الفوق، القطعة الفوقانية تاع الصدر هذا. بسم الله بسم الله على بركة الله. راكم تشوفوا فيا ما تحملوش القماش هذا. راح نشوفوا راح نبعدوا هذه الجهة نقصصها باش ما تبقاش يعني مباشرة. نبعدوها ونكملوا الفصالة تاعنا. لما يكون القماش يعني ممسوك بالدبابيس اكيد راح تقدروا تحملوا كما انا درت حاليا. الان اخواتي انتبهوا، راح نقصوا يعني الجزء الامامي، يعني راح نبعدوا الجزء الخلفي نبعدوه نبعدوا الجزء الخلفي. لاصقه شويه. القماش هذا قماش برادا، شريت حوالي يعني 3.5 متر. الآن راح نعاود نلصق يعني كما كان الباترون هكذا باش نروحو نقوم بقص الرقبة. انتبهوا كما راكم تشوفوا معي هنا راني قربت هذه يعني اللحم يعني كل شيء راهو امامكم. الشفافية في تعليمنا.
شوفوا اخواتي، انا مانيش حنقصصها مباشره، ولكن انتبهوا. شوف ها نطويها يا سيدي، راح نطويها جهه الرقبه هكذا. تحبوا تقصوها او تطويها هكذا، يعني انا بمش يفسد ليش يعني الباترون، لانه راح نزيد نخيط به هكذا. راهي بانت واضحه الان الرقبه. يعني ايضا راح نرسمها، نبعد عليها حوالي 1 سنتيم حق الخياطة ونرسم. ما قصصتهاش الرقبة لأنه أنا دوك نعاود نضمها. تحبوا تفصلوا من الأول قبل ما ديروا التشريحات، أو يعني تقدروا تعاودوا تضموها تلصقوها يعني بالسكوتش. نعاودوا نلصقوا الباترون تاعنا. علاش راح نعاودوا نلصقوا الباترون تاعنا؟ باش نروحوا نرسموا هذيك القطعه يعني اللي شفتوها، باش نلينوا بها الرقبه. يعني عادي، شوفوا انا علاني نخدم قدامكم كل شيء باش تشوفوا، يعني اذا غلطتوا مثلا او كنتوا فتحتوا الباترون باش تعاودوا تغلقوا وتستعملوها عادي. انا هنا فقط راح نفصل الرقبه. شوفوا هذا يعني الجزء الامامي، وهذا الجزء الخلفي. هذيك يعني لي شيت لي هكذا. راح نبعدوا الورقه تاعنا ونرسموا 3 سنتيم تاعنا. ما تنساوش حق الخياطه. انا درك نزيدو هنا، نزيد شويه من وشويه 3 سنتيم باش تكون يعني مخيطه ب3 سنتيم. شوفوا انا هنا راح نطوي القماش على 4 هكذا باش يخرجونا 4 قطع. اظن راهي مفهومه الطريقه. اللي ما فهمتهاش يعني دوك لما شوفوا الاخوات كي ما تفهموش حاجه يعني حتى تشوفوا النتيجه باش تعرفوا روحكم واش راكم ديروا. كاين بعض الصوالح ما نفهموهمش، ولكن كي نروحوا نطبقوهم تبداي تقولي ايه هذه هكذا، يعني راح تفهميها اكثر. انا علاش ننصحكم بالتطبيق؟ لانه التطبيق هو اللي يعلمكم اكثر من مشاهدة الفيديوهات دون تطبيق. هاي القطعة الأمامية جاهزة أمامكم. هاهي يعني
شوفوا كيفاش رسمناه، راهي واضحة الآن. يعني راح يكونوا زوج قطع بتكون فين يعني من الداخل، بيكونوا التكميشات هذوك تاع الصدر لاصقين هكذا. الآن راح نزيدوا نفصلوا الجهة الخلفية كما راكم تشوفوا. الجهة الخلفية يعني راح نرسم هذه الجهة، هي الجهة الخلفية. كيما رسمنا قبيله، ها هي راح نزيدوا الخياطة من جهة حق الخياطة من جهة الكتف، ها خلاص. راح نبعدوا القماش تاعنا. شفتوا رسمنا الرقبة، والآن راح نزيدوا هذيك 3 سنتيم. ها راح نزيدوا 3 سنتيم تاعنا، او تحبوا زيدوا 4 سنتيم حق الخياطة. انا الان راح نرسمها هكذا 3 سنتيم، ها كما راكم تشوفوا. عفوا، راح نقص القماش بالزيادة تاع الخياطة. ونقصوا الجهة الخلفية. راكم تشوفوا انا يعني درت الزيادة لانه في الخلف راح نفتحوها حتى نخيطها باش نفتحها. راح نوري لكم يعني راح نفتحوها كيما هذه الفتحة. نسيت نقصص يعني من هذه الجهة. يعني من جهة الخلف هي راح تكون مفتوحة هذه القطعة، هاي راهي تبان امامكم. راح يكون الحجاب تاعنا مفتوح هنا شويه. راح تشوفوني كيفاش راح نخيطه. انتبهوا اخواتي، هذو القطع يعني راح نبعدهم القطع الاماميه. الان راح نكملوا الفصال تاعنا للجزء السفلي، ثم ننتقل للسورجي يعني سنقوم بالقص من الاسفل. اظنها غير واضحه، هكذا راح تكون واضحه. سوف نقوم بالقص من الأسفل. بسم الله. دائما اذكروا الله في أعمالكم، مش الخياطة فقط، ولكن باش يعطينا ربي سبحانه البركة في الوقت يعني ويسهل لنا أعمالنا. كما راكم تشوفوا كما هو واضح، يعني الشكل دائري، يكون شوية دائري وتكون القطعة تاعنا مستقيمة. الآن ننتقل لتفصيل الأكمام.
هنا أخواتي الغاليات الزبونة تواصلت معي وبدلت يعني بدلت كنا هنا حنديرو تكميشات هنا في الصدر اللي فتحنا لهم يعني في الصدر تاع الحجاب تاعنا. تراجعت في قرارها، قالت لي خليه لي يعني صحيح، فقط نخلي لها تكميشات من الأسفل في الجلال. لذلك اضطرينا مزيان بقى لنا القماش، اضطرينا انه نفصل لها قطعتين اخريتين، يعني قطعة من جهة الامام وقطعة من جهة الخلف اللي كنا دايرين لها الرقبة. لهذا هما في زوج، هما متطابقتين، فقط الاختلاف في الحجاب يكون في الرقبة فقط. ايضا القطعة هذه يعني بما انه اختلف يعني الحجاب تاعنا شوية، القطعة هذه يعني درناها على يعني قطعة واحدة اللي هي راح نخيطها هكذا، وقطعتين لانه راح نفتح الخلف، قطعتين هكذا راح نديرهم من الخلف. هذه راهي واضحة. بالنسبة للأكمام أنا هنا فصلتها بدون يعني باترون، راح نوريكم كيفاش. هكذا أنا هنا حددت يعني نزلت إلى 20 في الحجابات هذه، فقط تنفع هذه الطريقة بدون يعني في اللباس العريض، مثلا الجبة أو القندورة اللي يقولوا لها في الشرق والغرب، في الوسط نقولوا الجبة أو القفطان. هبطنا ب20 سنتيم وخرجنا حوالي 22 سنتيم، هبوط 20 سنتيم وخرجنا ب22 سنتيم. من بعد رسمنا التحريفة تاعنا هكذا، التحريفة تاعنا هكذا، يعني أنا رسمتها بالبيروكي، ولكن كاين بعض المحترفات يرسموها عادي، أنا نقدر نرسمها عادي. أيضا الطول تاع الكم أخوات، بما أنه فيه هنا لاستيك هنايا، أنا فيه على هذيك يعني زدت عن طول الكم العادي، زدت حوالي 7 سنتيم باش تعطينا لا فورم هذه اللي تجينا هنايا في الكم. هذه نستعملها في الأكمام اللي فيهم اللاستيك هنا، وأيضا الأكمام العريضة. واضح أخوات؟ أما بالنسبة للعرض هنا في الأسفل، أنا هنا درت 19 سنتيم فقط، ضيقت عن هنا الأعلى وين دائرة الذراع اللي هي هنايا دائرة الذراع، فقط يعني دخلت حوالي 4 سنتيم باش متجيناش عريضة بزاف، لأنه هذا الموديل هذا هو. ويبقى هذا يعني الجزء السفلي اللي فيه الكشكشة. باش تلاحظوا أخواتي يعني منظركم يعني وكأنه درنا باترون لاثنين موديلات في موديل واحد. كما صباحا كما فتحنا هذا الموديل اللي حطيته لكم هو الصورة الأولى، لأنه كانت الزبونة طلبت منا هذاك الموديل وإحنا فتحنا منه باش يجيونا تكميشات هنا في الرقبة. تقدروا تديروا هذاك راح يخرج لكم موديل، وهذه طريقة الموديل الثاني. إن شاء الله تستوعبون يعني الموديلات في اثنين، لأنه كما تعلمون الحجاب فيه موديلات كثيرة وفيه قصات كثيرة، خصوصا في هذا الوقت الناس أصبحت الفتيات تهتم يعني بهندامها والحجاب الراقي. لذلك نرى هذه الموديلات الجميلة والراقية والتي لا تنتهي موديلاتها. لذلك نحن درسنا فقط يعني الأهم. لما يكون عندنا باترون يعني باترون يكون صحيح،
أكيد راح تكون عنا حجابات ولباس راح يخرج لنا بصفة جميلة ورائعة وأيضا صحيحة. إلى هنا ينتهي الفيديو تاعنا، راح ننتقل إلى السورجي والخياطة. انتبهوا أخواتي، هنا انظروا إلى القطع اللي راح نزوق بها، يعني في الرقبة قمت بكي لاطوال كولونت معها، وطويت أيضا حق الخياطة من هنا باش تجينا مفينية. كما راكم تلاحظوا أنا هنا راح نخيطها في الأكتاف، ونخيط أيضا الجزء الأمامي والخلفي من جهة الأكتاف فقط، كما راهو موضح هكذا. انتبهوا أيضا لوجه القماش مع وجه القماش، وحنا نخيطو على الجهة تاع القفا كما هو موضح. الآن يا غاليات راح نلصقو، يعني هذه جهة الخرطة من الأمام والخلف، راح نلصقو فيها الأكمام. راح نكرونتيو الوسط، لأنه كي درنا السيرجي راح نكرونتينا الوسط باش نديروه مع الوسط تاع الكتف، نفتحو الخياطة تاع الكتف هكذا، ونروحو نخيطو. للمبتدئات راكم عارفين، يعني ما نبقاوش نعاودو في نفس الهضرة، دائما تحكموا بالدبابيس وديروا غرزة الباطي ثم تقومون بالخياطة لكي تسهل عليكم وتجيكم مفينية ومتقنة جيدة. انا هنا الزبونة تاعي يعني طلبت مني نديروا لها شويه كشكشه في اليد، كما راكم لاحظتوا انا ما درتش الكشكشه، هي طلبتها فقط من الجهه الفوقانيه. انا هنا غير كي نكون حنوصل للوسط، انتبهوا، كي يبقى لي واحد 7 سنتيم نبدا ندير في الكشكشه تاعي، لانه هي هكذا حبتها فقط تجي فقط في راس الكم. كما راكم تشوفوا يعني رانا نخيط وندير الكشكشه تاعي في نفس الوقت. لكن انتم يمكنكم يعني الكشكشه مسبقا ثم تقدروا تخيطوا باش تجيكم سلسه وايضا تجيكم سهله في الخياطه. فقط حوالي 7 سنتيم تكون بعيدة على الخياطات تاع الكتف، ونروحو نكملو الخياطة تاعنا للكم للأسفل. دوك تشوفوها يعني كيفاش تجي مضبوطة.
هاي ليكم، ها مضبوطة تماما، ها والتكميشات ها يعني فقط في رأس الكم. نروحوا للجهة الأخرى أيضا ونجيب الكم تاعنا الثاني ونزيدو نديرو نكرونتيو، نحدو الوسط، من بعد نروحو نديرو الوجه مع الوجه نفس الطريقة تماما. أنا أعيد الكلام لأني أعلم أنه المبتدئات يعني لازم نعاودونه، ما تبقاش تعاود في الفيديو أو أي شيء. أخواتي الغاليات، خيطوا بتأني، معليش ما تكملوش الحاجة بالخف، ولكن كي تخرج لكم بالطبع والشام يعني كيف راح تشرفكم ويعني تزيد الثقة فيكم، يعني إحساس رائع جميل جدا. راح نبدأ بالتكميشات هكذا، راني ندور في القماش تاعي يعني وراني نكمش ونخيط في نفس الوقت. مازال لي فقط القليل، حوالي 2 سنتيم كشكشة ونحبس. أخواتي الغاليات، قبيله كي دخلت يعني التليجرام تاعي لقيت احدى متربصاتي راني حطيتها منشور يعني البالكم جابت لي حتى الدمعة. احدى متربصاتي مازالوا لها فقط 2 حصص وتتخرج، يعني واش قالت لي راني متمنية ما نخرج من عندك كامل. والله حتى انا صعيب عليا يعني الفراق تاع المتربصات يعني، لكن لازم يا اخوات، ماذا بينا نقعدوا مع بعضنا لكن لازم. ان شاء الله نشوفكم ناجحين كامل، ان شاء الله نكون سبب يعني في فتح الارزاق للناس، خصوصا الاخوات الشاطرات والله العظيم، خصوصا هذيك كاين بعض الاخوات راهم يبعثوا لي يعني اعمالهم خيطينهم باليد فقط، كاين قالوا لي ما عندهم لا ماكينه لا الحديد وراهم يطبقوا. والله عباك الاراده تصنع المعجزات، صح عن جد. الان اخواتي نروحوا نركبوا الرقبه تاعنا. شوفوا انا نقدر نستعمل نخيط هذه يعني الرقبه هذه نخيطها من الاول قبل ما نخيط الكتاف ونخيط تاع الظهر، من بعد نروح نلاقيهم في الكتاف، ولكن انا هذه الطريقه تخرج لي جميله باش يعني تكون مفينيه من الداخل. انا الان يا اخوات لانه هذه القطعه راح نديروها من الفوق يعني راح نروحوا نركبوها هكذا، نروحوا نجيبوا الكتف مع الكتف باش ما تغلطوش. شوفوا معايا
هذا الكتف مع الكتف راح يطيحنا مع بعض يعني، وهنا راح نخيطه هكذا. راكم تشوفوا يعني راني نحكم فيها بالدبابيس باش تجيني مضبوطة. قلتها وعاودتها، الدبابيس يعني للدقة باش تخرج لنا حاجة بالملي، الخياطة تاعنا تخرج لنا بالملي. ربي يحفظكم اخواتي. انتبهوا اخواتي، انا من الخلف خليتها مفتوحة لانه راح نفتحها هنا في الوسط، لانه كما تعلمون لما تكون الرقبة يعني ضيقة، هاي جاتها قدها قد اخواتي الغاليات، كما تعلمون انه لما تكون الرقبة ضيقة يعني مستحيل يدخل الرأس، يعني منين حتلبس الزبونة، منين حتلبس هذا الحجاب. لذلك راح نفتحه يعني منين راح نخيطه حتى يدخل لها الرأس آلاز يعني بكل سهولة. أنا الآن راح نخيطها. أخواتي الغاليات، اللي راكم تقولوا يعني كان بعض الأخوات والله العظيم شيء مؤسف جدا يجوني للخاص، يعني هي الخيط ما تعرفش تركبه يعني في الماكينة وتقولي أعطيني باترون يعني كيفاش نخيط الصواري. بالله عليكم أي عقل يتقبل هذا؟ يعني نتوما عن بالكم حتى تخيطي الصواري معناها بنقولوا لك راكي ناجحه؟ لا لا، بالعكس، كاين منين ذاك بلي دغاو ليئوس يعني خصوصا المبتدئات، يعني اللي دغاو ليئوس اي انسان يجيوه ساهلين، يعني اخدموا في هذا حتى تتمشى يدكم. اذا ما نجحتوش فيهم باش تروحوا تطوروا ذاتكم، هذه اذا حبيتوا تروحوا للصواري. ولكن اذا يعني نجحتوا في اللي دغا ولا عندكم كما هذيك الشركه تاع حليمه الله يبارك ما شاء الله عليها، يعني من اللي دغا ولي كوفرولي يعني فتحت شركه، ماشي شرط لازم تخيطوا صواري من فضلكم، يعني نخليو قيمه الخياطه بقيمتها، ما نشوهوهاش من فضلكم غاليات والله العظيم. بك منين ذاك نشوف واحد الاخطاء نحشموا بها، خصوصا قدام البلدان. والله احنا ماذا بينا نرفعوا بلادنا بالحاجه اللي تشرف، مش نخيطوا خلاص، المهم نكسبوا المال. على بالكم هذاك المال انا نشوفه حرام،
اذا كسبتيه يعني بعدم الاتقان، ولا تروحي تتعلمي في الناس، ولا حرام عليكم والله حرام. ربي ينور طريقكم للحق ان شاء الله. يعني مستحيل انسان يكون يخاف من ربي ويخدم يروح يخيط للناس وهو ما يعرفش يعني ابسط الاشياء. الله يهديك. المهم راكم تشوفوا يعني كيفاش راني نخيط. انا وصلت لهنا باش تفكرت عليه خضاني الحماس، يعني راني كما راني نعلم فيكم. انا نورمالمون ما نوصلش الخياطه، دوك نوريكم علاش، باش نعطفوا يعني هذيك القطعه في النهايه تاعها. شفتوا انا هنا راح نقص الزياده ونقص ايضا الزاويه، ها باش تشوفوها قدامكم. ها شفتوا يعني كيفاش حتخرج لنا مفينيه، وهذه حنطويها هكذا. ها قدامكم هكذا، شفتوها. راح نفيني، وهذه اكيد هذه راح نقصوها هنا. نروح نكملوها، يعني راكم تشوفوا واش حندير. راح نقص الزيادة ونقلب يعني الخياطة تاعنا احسن. الزيادة هكذا في الزاوية، يعني باش تخرج لنا الزاوية جميلة هكذا. خرجوها بالإبان هكذا. يعني أنا نحب الزاوية يعني تخرج قائمة، كي نديرها قائمة تخرج قائمة، كيما نخيطها يعني نحبها تخرج لي. هذيك هي الفينيسيون. ماشي نتيا حابة مثلا الشكل يخرج لك دائري تروحي تخرجيه مربع، الشكل مثلا يعني المثلث الرقبة في تروحوا تخرجوها كاري. لا كيما ترسموها كيما تخرجوها. يعني هذا تحدي ديروه مع أنفسكم. أنا الآن أخوات شوفوا انتبهوا، شفتوا هذيك الطية اللي كنت طاوية يعني محددتها باش نسهل على روحي هكذا، ونروح في جهة هذه الخياطة تاع الكتف، نروح أيضا نطويها هكذا، نفتح الخياطة من الداخل تاع الكتف ونحكمها هكذا. نسكت شوية الماشينة، ما بدنا يعني نحكم بالدبابيس. راكم تكسلوا هكذا وراكم تمشيو يعني في الخياطة تاعكم، شوفوها اذا راهي في بلاصتها او لا هكذا. الطريقة الأولى اللي فصلت لكم بها الحجاب من الأول كما كانت طلبته مني هذه الزبونة من الأول، يعني سهلة الخياطة، بلاصة الكشكاشة
ديروا الكشكشه ومن بعد لصقوا، يعني كنت دايره هذه القطعه لصقوها فيها. هذا مكان يعني تخرج لكم وكانه كانه سانتوره تاع لاجيب. نحكم من جهه الكتف، هاي راح نطويها هكذا ونروح وين تحبس أنا هكذا. عفوا، هنا في الدائرة كرونتيوها باش ما تخرجلناش يعني معوجة، ما يخرجوناش فيها يعني وكأنها تعرجت. كما موالفين دايما نكرونتي في لاغوند، في الدوائر، في الانحناءات، دايما كرونتيوها. دائما يا أخوات في أي خياطة، دائما إذا كان يعني الجزء الأمامي يعني كامل والجزء الخلفي كامل، يعني لا إذا كان كاش قصات ولا أي حاجة، دائما يكونوا في زوج كاملين. الخياطة كيفاش راح تكون؟ نروحو نبداو من الأكتاف ثم الأكمام، الخرطة تاع الأكمام نلصقوها في بلاصتها، من بعد نروحو يعني للجناب. الجناب دايما نحكموهم مع بعضهم بعض، يعني الجناب تاع الأكمام مع الجناب يعني تاع الحجاب تاعنا أو اللباس تاعنا، نحكموهم دايما مع بعض. يعني هذه أسهل طريقة يعني باش تتبعوها، متبقاوش يعني أنا هذيك الطريقة يعني هي طريقة اللي تعلمنا بها، يعني أنا ما ننكرش بلي أنا تعلمت بها، ولكن الطريقة اللي نستعملها حاليا أحسن يعني وأسرع أفضل. يعني نقولكم عليه، خصوصا لما تجيك زبونة مثلا هاي سمنت، أو مثلا كي جات تقيس ما جاتهاش إما ضيقة أو عريضة، تروحي بالخف تنقصي لها في الجناب. ولكن إذا يعني إذا كنتي ركبتي الجناب والكتاف من بعدها رحتي ركبتي يعني الكم تاعك يكون وحده، يعني راح تجيك صعبة في مش صعبة كثيرا، ولكن يعني مع لاكوموند وراكم تعرفوا يعني الخياطة عندها التزامات، يعني راح تاخذ لها وقت. يعني هذيك الطريقة راح تاخذ لها وقت كبير أكثر من الطريقة اللي راني نقول لكم عليها.
كما راكم تشوفوا يعني امامكم راني حكمت الدائرة كامل بالدبابيس، وشفتوا لما كانت يعني محدة سهلت لي العمل. يعني الانسان يكون ذكي في العمل، يعني قد ما يسهل على روحه يعني راح يكون احسن وافضل. التسهيل للعمل المتقن، مش تسهلي يعني باش تكملي وخلاص، لا لا، نحافظوا على الاتقان، نسرع ولكن نحافظ على الاتقان. كما يقولوا يعني هذاك المثل الشعبي، الحاجة المليحة تطول. كل شيء جميل يعني ياخذ وقت، خصوصا العمل يكون باليد، بالأنامل اليد، كيفاش يقولولها بالإنجليزية هاند ميد. يعني علاش نلقاو في البلدان الأخرى يعني قيمة المنتجات لما تكون مصنوعة باليد يعطيو لها قيمة كبيرة. يعني هذاك الانسان اللي يخدمها يعني راهو سمح فيه بزاف صوالح باش كمل. راهي كل عمل يعني كل قطعة راهي فيها قصص. هاي الان انا راني راح نخيطها، راح نعاود نشعل الماكينة تاعي ونروحو نخيطوها. انتبهوا دائما الخياطة لما تكون من الخارج يعني أن يكون التركيز تاعنا معها عالي باش تخرج لنا يعني فينيسيون بالطبع والشان، فهمتوني؟ دونك يعني تشوفوا عملي يعني أمامكم. انا محبيتش نحي المساسة ونخيط باش ما يصراتش اعوجاج. معليش نخيط بالعقل، معليش. اكيد لما تكونوا تشوفوا شويه خروج تاع القطعه يعني في الطرف يعني راح تريدوا.
أنا الآن راح ننزع الدبابيس. من بعد نروح يعني نكويها. حنوريها لكم هكذا خرجت، يعني باش تعرفوا فقط من الخلف. هاي أنا راح نكويها بالخف ونوريها.